يا جماعة 3 تحس كده حسام في يعني نظرة فرح في عينيه، يعني عارف اللي هو وش نور شم نفسه كده اللي هو ياه يعني انا بقيت رابع الدوري. انت ما جيتليش وسط الاسبوع، ما شفتش وضعك كان عامل ازاي وسط كنتش عايز شفتك بس ما اتكلمتش. اسمه ايه نيوني اللي عندكم ده اللي كل شويه ينزل من الدكه ياخد الواد ده لعب 16 ينزل دقيقه من على فكره، الدكه ياخد كارت احمر وده تاني مره يعملها. ايوه ما لا هو طول الماتشين هو بعد كده عنده 16 بتاع دقيقه 17 سنه، فهو لو ركز في المذاكره عامه هيوصل لحاجه كويسه. لعب 16 دقيقه في فريق اول خد طردين. لا مواهب. سلوت باع دكة. الاي اف ال كاب باعه يعني في اسرع بيع. متخلف والله، بس هجيله لهبل ده بس نخش في الحلقه. بس الحمد لله دكه ارسنال غير دكه. ماشي يا عم، يعني الدكه غير الدكه. انا ماليش عين اتكلم مع حد بصراحه، غير بس الدكه بصراحه يعني ماشي قشطه. بس هو ده الوقت اللي الواحد ماشي يعرف بعد جوع. ما هو ده وقتي. انت قعدت 30 سنه برضه ما تاخدش دوري، انت عارف هشبع تاني امتى على فكره يعني. انت اكتر واحد بتبقى حاسس بينا، قعدت 30 سنه ما تاخدش دوري. انا فاهم والله، هي بتبقى انا فاهم. وبعدين فرحه البدايات يا عم، سيبنا افرح شويه. لا يا جماعه عندنا كلام كتير على حاجات كتير قوي يعني، على الحبايب النهارده ارسنال وليفربول. خليكم معانا، يلا بينا. صباح الفل عليكم او مساء الجمال على حسب انتوا بتتفرجوا الساعه كام وبتتفرجوا امتى. ولكن حلقه جديده كالعاده، كوره كافيه، الناس الحلوه اللي قاعده معانا منورنا، علي وحسام ومعاكم امير. عندنا مواضيع كتير نتكلم فيها طبعا. دوري انجليزي في متصدر ثابت، بس في ناس بترجع من الحياه تاني بيكسبوا اللي هم ليفربول. في ناس يعني احوالها ظريفه، وفي ماتش شغال واحنا بنصور الصراحه دلوقتي بورنموث وسيتي، بس يعني بنسبه كبيره رايح لسيتي. فنخش بقى كده على الدنيا وهي سخنه ونتكلم في ارسنال. فعايزين نبدا في ارسنال كده. حسام، شايف فتره ارسنال اللي فاتت كانت عامله ازاي؟ ان انت الموضوع اللي احنا فيه ده بالذات بماتش امبارح، انت الكلين شيت ال7 على التوالي، وده رقم مرعب. ارتيتا بيطلع في التصريح بعد الماتش ان هو بيتكلم انه عايز يحقق ارقام ويكسر ارقام. فهو اعتقد بيلمح على انه ال 15 جون اللي جم في تشيلسي في الموسم 2003 2004 او 2004 يعني الموسم اللي هو بتاع تشيلسي اللي جاب 15 جون فيه، لبس 15 جون بس. 2003 2004 ده انفنسبل، مش كده مش كده بقول لك حاجه غلط يعني. بس يعني فاعتقد ارسنال دلوقتي الناس بتتفرج عليه الفريق الممل، انه بالنسبه للجمهور التاني ان هو الفريق المهم. بالنسبه لمشجع ارسنال باشا، انا مش فارق لي مش ممل، انا بكسب وباخد 3 بالظبط. بقالي 3 سنين بلعب كوره حلوه ما بكسبش بيها، خلينا نلعب بقى كوره سيئه واكسب بيها. انت رايك ايه بقى في القصه دي؟ لا انا احتاج على تقييم ان ارسنال لعبه ممل او whatever. بص هو انا بصراحه شايف ان ارتيتا بيدوس على الحته اللي هو عارف ان هو ممكن يبقى اقوى حاجه فيها، وهي الصلابه الدفاعيه، الترانزيشنز السريعه، ان انت تبقى فريق بتخنق الضربات الثابته. احنا نهزر الضربات الثابته، وان انت تبقى فريق بتخنق الفرق اللي قدامك وما بتخليهمش يلعبوا لعبهم. ده هو يعني انت لو بصيت في الصيف اللي فات وقلت ايه الحاجه اللي ممكن الفريق ده يبقى احسن، يبقى رقم 1 فيها في العالم كله، دي هي الحاجه اسهل حاجه فيها. الضربات الثابته. لا انا مش بتكلم عن الضربات الثابته، انا بتكلم على الصلابه الدفاعيه، ان انت تخلي الفرق ان انت ما تستقبلش هجمات اصلا مش اجوان. ف ف ف فطبيعي اي حد بالنسبه لي، اي حد بيفكر انا عايز احقق حاجه، دايما هتلاقي الفريق اللي بيكسب يا اما الدوري يا اما بيكسب تشامبيونز ليج يا اما بيكسب الفرق اللي بتوصل لليفل عالي قوي، بيكون في حاجه او اتنين هما بلا منازع احسن حد فيها بشكل كبير. فارسنال بيبص مثلا، هو مثلا يعني ايه، مين احسن مثلا فريق هجومي موجود في اوروبا دلوقتي؟ غالبا برشلونه او ريال مدريد. فاهم؟ الاثنين دول هم
اللي عندهم اسامي هجوميه رهيبه وحاجات كده، هم دايما هيميلوا اكتر ان هم يلعبوا على دي. بس ارسنال هو يعني دفاعيا هو من اقوى الفرق في اوروبا، لو ما كانش حاليا اقوى فريق دفاعيا في اوروبا. والكلام ده مش بس دفاع على نص ملعب، على منظومه، على مهاجمين بيدافعوا، على مش عارف ايه. انا دي حاجه هو يعملها، فانا شايف ان دي حاجه هي ما فيهاش كسوف يعني. احنا هنكسب ماتشاتنا كده وهنقفل ضد الفرق التانية، بس عندنا الكوادر اللي تعرف تخلص ماتشات. ولو فتحت قدام ارسنال هتشيل على وشك زي ما اتلتيكو مدريد شالوا على وشهم 4. فريق اي كلام برضو، فاهم؟ فدلوقتي اللي بيحصل اي كلام يا ابني، ليفربول كسبهم. ماشي. اللي بيحصل لا اي حد كسبناه الواد بتاعك واطي قوي يعني. اللي بيحصل دلوقتي ان ان الفرق بنلاقي يا ارسنال فريق صعب جدا ان انت تلعب ضده، ما بيسيبكش تلعب الكوره اللي انت عايز تلعبها، ما بيدكش فرص، ما بيدكش راحه، اللعيبه بتجري اكتر من اي حد تاني، بيموتوا نفسهم في الملعب. وعندك كوادر بقت موجوده دلوقتي في الترانزيشن مرعبه. زوبيمندي ده ادى الارسنال ليفل تاني من الصلابه الدفاعيه والترانزيشن السريع. جيوكيرس قدام بقى عامل خطر، فدايما الناس عامله له حساب. هنيجي لجيوكيرس سنه كده، هنجيله. ومارتينيلي فورمه كويسه، تروسار فورمه كويسه، ساكا رجع اهو دلوقتي بدا بيبقى عامل خطورته. بس حتى ايزي بقى في عناصر مختلفه في ارسنال بيعملوا كده. فدلوقتي بيقول لك الفرق بتيجي قدام ارسنال دلوقتي بيلعبوا لو بلوك بما فيهم مانشستر سيتي. عشان انا يعني انا متفق مع كل حاجه انت قلتها، بس انا الكلمه دي ما بحبهاش. اللي هو طب ما سيتي كل الناس كانت بتلعب قدامه لو بلوك، ليفربول كل الناس بتلعب قدامه لو بلوك. فلو قلت لي اصلا ما بجيبش جوان من لعب مفتوح واغلب اجواني بتيجي من ضربات ثابته علشان الفرق بتلعب قدامي لو بلوك، على فكره معلش بس انت لما كنت بتقول على الوقت اللي انت بتقول اللي انت بتقول ليفربول كان بيجي في لو بلوك، يعني انا اطلع لك المانشيتات النيوز اللي كانت بتتكتب بيقول لك ليفربول يوز سات بيسز ان ا تاكتيكال واي. لما ليفربول كانوا دوميننت في السات بيسز وقت لما كانوا هم بينافسوا على ده بس انا عمرنا ما كنا بالشكل اللي انتوا فيه. السنه اللي فاتت بس هي اللي ظهرت. هوريك النيوز بيسز. ايوه بس احنا لما ليفربول يجيبوا سات بيسز بقى ليفربول بيعملوا حاجه جديده وبيعملوا مش عارف ايه. لما ارسنال يعملها يبقى ارسنال بيبوظ الكوره. هو الموضوع مش سات بيس بس اسمع، هي مالهاش علاقه. ما انا يعني ليفربول اكيد اي فريق بيكسب، ما يعني مش حرام ان انت تجيب اجوان من كور ثابته، وليفربول كان بيعمل كده. بس عمر ما حد كان جايب انت من ال 11 جون بتوع الدوري 7. ارسنال جاب 18 جون في الدوري، 12 ضربات ثابته. فده عدد قلدنا يا عمي انا مش بشتمك، بس انا اللي بتكلم فيه ان دي حاجه تقدر تتكلم فيها ان هي واضح قوي ان هي اللي مركز فيها ارتيتا. وارتيتا على فكره مش لاقي حلول برضو قوي للدنيا في قدام من لعب مفتوح. حلال ان هو يلجأ للضربات الثابته، وحاجه عظيمه ان انت تبقى احسن فريق في العالم في الضربات الثابته، وحاجه بس هي مش دايما بتركبك الدوري. لا وبتركبك الدوري، ما فيهاش نقاش يعني، بتقفل لك ماتشات يعني. بس هل دي حاجه تعيب ارتيتا وارسنال؟ لا، هو الراجل عايز يكسب الدوري يكسبه بالشكل. بس انت لو مش بتشجع ارسنال زي حالاتي، انا بتفرج على ماتشات ارسنال كلها حرفيا، هل انا ببقى قاعد مستمتع باللي انا بتفرج عليه في التلفزيون؟ لا، بس انا ببقى قاعد بتفرج على التكتيك بتاع ارسنال او بتاع ارتيتا، او هيحاول يعمل ايه وهيحاول يروح فين. وبعد كده ببقى شايفه هو بيجيب الجول من الضربه الثابته، ببقى اللي هو تمام يا معلم، انت عندك حل يحل لك اي حاجه في الدنيا. انت عارف ممكن مين مشجعين كوره اللي هم يحبوا، بس انت تلومها مجرد على ان اصل الفرق بتلعب قدامي لو بلوك. سيتي كان بيعمل الكروس بتاع دي بروين اجويرو ده قدام فرق وخليني اقول لك حاجه برضو. هل ارسنال بقوه سيتي مثلا في النقطه دي اللي هو كان لعيبه تلعب ضده لو بلوك، هو هيعرف يكسر كده يجيب جوان، هيعرف يكسر اللو بلوك ده ازاي وفي نفس الوقت ما يلبسش جوان وبيعرف يعملها دي؟ طبعا اكيد ما انا بقول لك ايه يعني، دي سيتي كان اقوى فريق في العالم فيها. هو منظومته هتكسر اي بلوك قدامها عشان اللعيبه تحركاتها والطريقه اللي بيمشي
هو ارتيتا بقى مش لاقي الحته دي، ما ممكن يلاقيها بس هو لاقي الحته دي. يعني انت لو شفت الجون اللي ارسنال جابوه في برايتون في الكاس البتاع ده، لا الكاس ما بيحسبش هنا. لا احنا ما بنحسبش كاس عندنا. برايتون مش بتلعب لا بس خلي بالك برايتون على فكره ما كانش نازل بالفرق الاساسيه كلها برضه. برايتون مش فريق بيعرف يدافع يعني. ولسه والجون ترانزيشن جايبه في بيرنلي. وبص يعني ايه الحلول، انا رايي الحلول دي هتيجي، بس هو اولها ان انت هتلعب ضد دبل بلوك هجيب فيك سات بيس. انا بص انا متفق مع كل حاجه اللي انت بتقولها. هنعمل دايما يعني ارسنال يعني مثلا ايه مانشستر سيتي ما اعتقدش ان جوارديولا عمره في حياته دخل ماتش قال لك يا جماعه احنا الماتش ده مش هنستقبل ولا شوط على الجون، ده التارجت بتاعنا. بس ممكن اقول لك نقطه ما يعملهاش، انت بس دلوقتي هيعملها. بس انا متفق مع كل حاجه انت بتقولها. انا بس اللي بقوله ان هي فكره ان هو لسه مش عارف يجيب عدد اهداف كبير من لعب مفتوح، دي تعتبر حاجه لسه محتاجه تطور. فما ينفعش تيجي تقول لي اصلا الفرق بتاعه قدامي لو بلوك مع كل الناس. هقول لك من لعبه مفتوح والفرق بتلعب ضدك. هقول لك حاجه بس ماشي. ايوه دي نقطه بس دي حاجه محتاجه تطوير. اول ما الفرق بتفتح ضد ارسنال بيشيلوا. انا موافق، بس علشان ارجع بقى دلوقتي اجي ابص واقول ارسنال احسن فريق في العالم، عمري ما هقدر اقولها غير لما فريق يبقى بجد احسن فريق في العالم اللي هو بيعرف يعمل كل حاجه. بص اقول لك سهل قوي ان انا اجاوب معاك اقول لك من احسن فرق العالم واحسن دفاع في العالم اقدر اقول لك عادي، بس ان انا اديك الابسولوت احسن فريق في العالم دي هتيجي. الابسولوت دي ما بتجيش غير لما بتكسب الماتشات. بس انا هقول لك بطولات برضه. بس انا هقول لك حاجه فيها. هم روح طب ولا اقول نقطه بالله عليك يا عم نقطتك يا عم. ايه يا جماعه مش كده. انا بص انت دلوقتي ارسنال بقاله 3 سنين بينافس على الدوري تمام. ما ينفعش ان انت من 3 سنين ارسنال كان عامل ازاي انه الفرق كانت بتنزل قدامه فاتحه اللعب. انت دلوقتي ارسنال بقى فريق يعتبر ان هو المنافس الرسمي للدوري ان كان مين بينافس معاه بتخاف منه كده بالظبط. فطبيعي الفرق هتنزل بتبقى عامله الارسنال 100,000 حساب، غير ارسنال من 3 سنين. ارسنال من 3 سنين كان بص بيجيب لعب كور من لعب مفتوح قد ايه، جوان من لعب مفتوح قد ايه. والسنه والفتره دي هو لا عدد قل، فهو اكيد ارتيتا بيعرف يعملها لان هو كان بيعملها زمان عشان كانت الفرق بتلعب. فانت موافقك في اللي انت بتقوله، هتجيب اجوان من لعب مفتوح قدام اللو بلوك لازم تلاقي لها حل. بس في نفس الوقت انت الفرق بتعمل لك 1000 حساب دلوقتي، فما تقدرش تقول النقطه بتاعت سيتي وليفربول انه اصل هم الفرق والله كانت بتنزل. طبيعي ما انت بطل دوري او ان انت منافس على الدوري. الناس انا هقول لك عادي ان ارسنال هو الارسنال الحالي مش بجوده سيتي وليفربول في التوب بتاعهم في ان هم يكسروا اللو بلوك معاك 100%، بس احسن منهم في دفاعيا ماشي. اللي ناقص منه هنا بيغطيه بجوان اقل بتخش فيه صح. فتمام ممكن يكمل كده لحد اخر سيزون ويكسب الدوري عادي خالص. ولكن كنت عملها يعني ولكن في رايي كنت مورينيو يعني. ولكن في رايي هو يعني انا ما اعتقدش ان ارتيتا مثلا ساتيسفايد بالحته دي، ان دي هي ايه بس البروجريشن بتاعها. تمام. عندك اوديجارد مصاب، اوديجارد في الحلول الضيقه لعيب مهم. ايزي لسه ما ركبش قوي، ما اشتغلش قوي. ساكا اتصاب شويه وهنتكلم على ساكا، بس ساكا لسه برضو ما اشتغلش قوي. جوكيريس لسه مش عندك لسه. طب هات لي جوكيريس، انت جبت سيره جوكيريس. حاجات مشاكل قدام لسه يعني محتاجه بس تتسلك كده وهتبقى تمام. هسالك بقى على جوكيريس او بلاش استنى اسمعنا وقفل انت نقطه جوكيريس. اتفضل. جوكيريس اتكلمنا عليه 100,000 مرة انه لسه هياخد وقت على الدوري وبتاع. ماتش امبارح هو شكله مختلف تماما مع فرقة بتلعب لو بلوك، واللي هي مش اكتر حاجة مريحة بالنسبة لجوكيريس. طبعا جوكيريس جايب جون، لعيب تحولات بالظبط. جايب جون كرة ثابتة بس جايب جون. تحركاته في الملعب كانت كويسة قوي قوي قوي، بينقل كور حلو قوي سواء يمين او ناحيه الشمال. رهيبه بالظبط. وادى 3 يعني صناعه، يعني هو خلق 3 فرص ان هم المفروض يخشوا جوان في الماتش امبارح. هل جيوكيريس كده نقدر نحطه ان هو نقول بدا يرتاح على السيستم اكتر وهيحتاج وقت اكتر، ولا مجرد ان هو عشان بيلعب بيرنلي فبيرنلي فريق اقل؟ لا هو الاثنين. هو كده اللي باين لكل الناس تقريبا، اي حد بيتابع ارسنال اي حد عارف جيوكيريس كمان البروفايل او الفورمه بتاعته يعني نوعيته كلاعب. اي حد عارف دي وعارف ارسنال وبيتفرج عليهم عارف ان اللعيب ده عنده شغل كتير قوي يتعمل ان هو يوفق اموره في الفريق. والشغل مش هو بس اللي يعمله، انا اقصد هنا ان هو ارتيتا عليه شغل بالزبط. ان هو
لعيب متعود ان هو بيرمي الكرة في مساحة، هالاند فاهم، بيرمي الكرة في مساحة وبيجري فاهم شفنا الجول الثاني قدام بورنموث يعني بالزبط. قبل ما نبدا هو هو المفروض بيعمل نفس الشغلانه بتاعت هالاند جيوكيريس. ففكره ان هو هيجي يركب يشتغل على طول مع ارسنال دي يعني هالي لو حد كان مقتنع كده فهو غلطان، هو مش عارف هو جاب مين. انت جبت لعيب بيلعب لعبه معينه قوي، انت طالب منه لعبه مختلفه، هو لعيب كويس كفايه ان انت مع مدرب شاطر هيعرف يغيره ان هو يتحرك بقى في مساحات صغيره، يقطع بالعرض اكتر ما هو بيقطع لقدام ويجري، يعمل الحاجات الصغيره، يصنع. اصلا جيوكيريس لعيب كونسيومر او استهلاكي من الدرجه الاولى يعني، ده ما بيصنعش حاجه لحد، ده الكره بتجيله شعلقها في الجون وان شاء الله خير يعني. لان انت ودي حاجه بقى مش هزار يعني، ارجع اتفرج على فيديوهات جيوكيريس هتلاقي في جوان هو بيشوط اللي هو ان شاء الله خير، تخبط بقى في جون بقى، تخبط في مدافع، انا كده كده رايح على الجون يعني. فدي حته مهمه قوي ان انت تحطها في الحساب، ان هو ارتيتا عليه شغل واضح ان شغله كويس، لان انت شايف بعينك جيوكيريس بيتغير يعني. جيوكيريس بتاع اول ماتش مش جيوكيريس بتاع امبارح، في فرق في كتحركات، كفهمه للعيبه اللي حواليه، كلينك اب او اللي هو التواصل مع اللعيبه اللي حواليه اتحسن قوي، فباينه قوي ان هي دي شغل. هل ان بيرني فريق برضو مالط فمساعده؟ بيرني مش مالط قوي، بس هو بيرني مش اقوى فريق في الدوري، فاكيد مصلحه جلس على ارضه. ايوه بس مصلحه ان انت تبقى بتحاول تلاقي فورمتك او بتلاقي طريقتك الجديده وتلعب فريق مش اكتر حاجه في النظام يعني، فهتديك المساحه دي ان انت هم هيغلطوا كمان فانت هتعرف تسرق حته. انا قناعتي ان هو جيوكيريس يشتغل مع ارسنال، بس هو لو انت متخيله بالمنظر اللي الناس شافت بيه جيوكيريس انه هيعمل الشغل ده مع ارسنال، مش هيعمله يا جماعه علشان طريقه لعبه مختلفه اللي هو 50 جون بالظبط، 50 و60 جون والهبل ده انسى خالص يعني. احنا هنا بنتكلم ان الواد هيبقى فاهم عارف الكلمه اللي هي بتاعت الجرايند، اللي هو يطحن علشان يجيب جون يزخنقه من حته فاهم. انا يعني بالنسبه لي رايي في جيوكيريس يتلخص في كام نقطه هتشوفها واضحه فيه، واضحه في التاثير اللي عمله على ارسنال. اول حاجه انا قلت الكلام ده قبل كده في حلقه تانية، بس انت هقيم السترايكر بالفرص اللي بتجيله فاهم طبعا. هل بيخلق فرص كتير وبيخلص من الفرص دي قد ايه؟ دي اهم حاجتين هتقيم بيهم سترايكر طبيعي، لان براها مش بتبقى في ايده قوي فاهم ان هتجيله كام فرصه دي مش هو في ايده الى حد ما، وفي ليميتيشن برضو للعيبه هتخدم عليه ازاي. انا بس عايز اوضح حاجه، انت هنا بتتكلم على تسجيل اهداف ان هو مش صناعه. انا بتكلم على تسجيل يعني الناس هتجيب له فرص قد ايه، اللي هو الاكس جي من الاخر يعني الاهداف المتوقعه. جيوكيريس رقم 3 في الدوري على الاهداف المتوقعه، لكن هتشوف ان هو يعني في جاب ما بينه وما بين هالاند وماتيتا اللي في رايي هم احسن 2 سترايكرز في الدوري دلوقتي كفورمه في الملعب يعني. بيخلصوا وبيخلقوا فرص. هالاند طبعا يعني هالاند ده هالاند اللي احنا عارفينه، ده هو مش حاجه مفاجاه يعني. وبرضه مش متفاجئين كلنا ان هالاند يعني هو عمر ما حد قال مثلا ان جيوكيريس ده جاي عشان يبقى احسن من هالاند. هو هالاند طفره وباين ان هو طفره من زمان، هو جاي يبقى شبيهه يعني، هو جاي يبقى يعني اقرب حاجه هتعرف تجيبها يعني، بس مفيش اي حد هياخد هالاند على جيوكيريس على هالاند. وبعدين احنا خدنا بالنا من جيوكيريس لما هالاند اصلا كان جايب تشامبيونز ليج فاهم، وهو اصغر منه ب3 سنين تقريبا لو 4 سنين حاجه كده يعني. فانت يعني في طبعا فرق كبير. بس جيوكيريس زي ما قلت لك جاي له 4 أهداف ونص متوقعة، مسجل منهم 4. هو هداف أرسنال دلوقتي. هو مش بيبرفورم وحش بالنسبة للفرص اللي بتجيله، لكن هو مش بيبرفورم أكتر من الفرص اللي بتجيله. ودي الحتة اللي انت بتتوقعها من مهاجم هيجي كده، بس دي في رأيي هتيجي ان الفرص اللي بيجيله قليله، وحتى لو ما جاتش مش ازمه. ماتيتا مثلا 6 هو اهم حاجه ما يضيعش اللي بيجي برضه بالظبط. ماتيتا مثلا 6.5 فرص متوقعه. هالاند داخل في 8-9 ولسه الماتش اللي شغال ده ربنا يستر هتشوف هيوصل لفين. فانت بتتكلم فهو عشان الناس تيجي تقول لك الراجل ده هو بمقام الستار رقم 14 بتاع ارسنال، لازم يبدا يوفر بيرفورم اللي هو اللي بيجي له ده ويخلق فرص اكتر. وانا زي ما انت بتقول اللي انت شايفه كده هو بيتحسن كتير في اللعب. النقطة بس التانية سوري اللي عندي دي، انت في حاجة اتكلمنا عليها على ارسنال كتير قوي في 3-4 سنين اللي فاتوا، محدش بيتكلم عليها دلوقتي، ومش عارف ليه محدش بيتكلم عليها دلوقتي.
ارسنال بقاله 3-4 سنين ما بيعرفش يبني هجوم غير من على الناحيه اليمين. ده صح. دلوقتي انت لو ركزت مع ارسنال هتلاقي اغلب الهجوم اكشلي بيبني من الشمال. احنا هنيجي الموضوع اليمين ده هنجيله لان جيوكيرس ميال للشمال اكتر. عندك زوبيمندي وكالافيوري بيعملوا جبهه عظيمه من الناحيه الشمال، وزوبيمندي لعيب مختلف قوي عن بارتي، واعتقد ان هو برضو عنده سنه تفضيل شمال، بس اكشلي هو بيلعب كور حلوه يمين وشمال. بس يعني بقى عندك جبهه شمال بتعرف تخلق فوضى بشكل مختلف، بالذات كالافيوري اعتقد العنصر ده، وجزء منها كبير قوي هو جيوكيرس اللي بيعمله، المساحه اللي بيفتحها للناس على الشمال، التحركات واللينك اب بتاعه. تروسار بيبدا السنه دي السيزون ده اكتر ما عمره كان بيبدا، عشان هو وجيوكيرس عندهم فهم مع بعض، ومع كالافيوري الجبهه دي عامله حاجه مختلفه. موافق. فده بالنسبه لي كله نجاح ليه في سيستم جديد، هو ونجاح لارتيتا بيأثر، ونجاح لارتيتا على ان هو يخلق خطورات بشكل مختلف. لما كله يمسك في بعضه بقى قبل ما نقفل الموضوع ده، هي برضو علشان لو انا بتخيلها على طول دلوقتي لما شفت اللعيبه في الملعب برضو اكتر، هو ارسنال كان المهاجم المثالي بالنسبه له اكتيكي، صح اصلا يعني غالبا اكتيكي ده او مرموش او مرموش. لا مش مرموش، بس هو اكتيكي اكتر لانه سنترال ما بيحدفش بس في نفس الوقت هو فيرمينو شويه اللي هو هتسلمه الكوره لعيب محطه مختلف، مش محطه بس اللي هو هجم هيخبطها بدماغه، هيوزع لك لعب، هيقف على الكوره عادي، ممكن يرقص واحد ويلعب ثرو وبتاع. فهو بيحول جيوكيرس من هالاند لايك او شبيه هالاند او طريقه هالاند لطريقه اكتيكي. دي حاجه صعبه على فكره، حاجه صعبه جدا لانها بتتطلب حاجات مختلفه تماما. مش لعيب صغير في السن اللي هو اصلا سهل ان هو انت بتغير في طريقته يعني هو مش بيحاول يخليه كتيكي او ما هو مش بيخليه هو عمره ما هيبقى دي، ما هو مش هيبقى دي علشان ما عندوش دي اللي هي اللمسه يعني. بس هو انا قصدي في استعماله، هو بيستعمله اقرب لدي، هو عايزه برضو يخليه يفتح مساحات ويدخل الوينجات في القلب لا بس انت لو ويزيد ويساعد جريات جيوكيرس مش بيسقط على فكره. هو اكتيكي ما بيسقطش قوي يعني اكتيكي برضو فاضل في النص، وفيرمينو كان في اوقات كتير قوي بيفضل اول واحد دايما اول واحد هو اللي بيعمل الجريه السترايكر دي. ايوه هو اللي بيفتحها دلوقتي. بتلاقي عشان كده عشان كده تروسار بيلعب اكتر من مارتينيلي، لان دلوقتي جيوكيرس هو اللي بيعمل العمق في الفريق. ايوه موافق. وهو اللي بيعمل الجريه السترايكر وتروسار عنده لا بس انا مش بكلمك في الترانزيشن، انا بكلمك بقى والكره معاكو، الكره في ارض في رجل ارسنال. بص على الطريقه اللي هو بيستعملوا بيها دلوقتي، هي مش بس جري في مساحات، ما هو مفيش مساحات. انا بكلمك هو عايزه يطور الكره معاهم، اللي هو يلا بينا نلعب كلنا زي اي حد في منظومه ارسنال بقى بيزقط على ال 18 يسلم وبتاع بظهره، دي حاجه مختلفه قوي عن اللي هو اي حاجه هو اتعلم يعملها في حياته يعني. فدي حاجه صعبه قوي 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 اللي بيعملها. لا وبيستلم الكوره على الوينج الشمال ساعات، وبيعمل روتيشنز مع تروسار ومع واحنا شفنا انا بس اللي عايز اقوله ان هي حاجه صعبه قوي اللي هو بيعمله ده، مش حاجه يعني يستهان بيها. ما تتوقع لهاش نتائج سريعه حالا، فاهم؟ ما هو صعب، هتاخد لها شويه، هتاخد شويه وقت. هو لما هيفهم الدنيا ماشيه ازاي وخلاص هتبقى الموضوع ده بيحصل له من غير ما يفكر فيه اصلا، هتلاقيه كمان اتحسن عن كده بكتير قوي. مش لعيب مقلق يعني جيوكيرس لا لا بس بما انه يعني كمان يرجعوا هيفرق معاه. بما ان احنا بنتكلم بقى ان هو بيخلق مساحات وبيخلق فرص للاجنحه، فالجناح الشمال شغال سواء بقى تروسار او مارتينيلي. لما بينزلوا وانت بتشوف الاثنين بيديك الاداء اللي هو غير المتوقع منهم السنين اللي فاتت لانهم كانوا تحت الارض، فهو دلوقتي يعني بيديك اداء احسن، بس عكس الطبيعي اللي احنا متعودين عليه ناحيه اليمين. ارسنال انت بتقول فعلا ودي حقيقه، ارسنال ما بقاش كل طريقه البناء بتاعه ناحيه اليمين، بس انت مش شايف اداء ساكا الطبيعي اللي هو اللي المفروض يعمله. وفي نفس الوقت انا مش شايف مش بقول ان هو وحش، بس بيديك ماتشات وحشه، مش في الفورمه بتاعت، بس الماتشات عاديه، مش ماتشات عادية. سوبر ستار يعني. ومش الماتشات اللي هي ما بقول لك تاني، هي مش الماتشات اللي احنا متوقعينها او متعودين عليها من ساكا السنين اللي فاتت، ان هو لما بتبقى مزنوق ساكا الحقني. شوطه بقى بيعملها حتى في ماتشات اللو بلوك، بيشوط شوطه اللي هي من الجنب بتخش من بره المنطقه، بتخش بيرقص لك واحد في التاني يرفع لك كوره، هو بيخلق لك فرصه. وحتى لما كان اوديجارد مصاب كنت دايما بتبقى ساكا الحقني.
الفترة دي ساكا احنا شفنا يعني فتحنا بصينا وهنتكلم في القصة دي ان انت بتقول ان هو ساكا ماتشات كتير كان مصاب او ان هو راجع من الإصابة او ساكا غاب عن 10 ماتشات، ارسنال غاب ماتشين بس. تمام، ماتشين والماتش بادئ ما ماتشين وماتش ماشي، ماتشين وماتش سيتي نزل في الدقيقة 45 كان لسه راجع من الإصابة. تمام، بس في نفس الوقت بقية الماتشات انت شايف مش ده ساكا، بالذات امبارح في ماتش بيرنلي يعني انفراد سهل جدا ان هو يقدر يدخله. عليها. ما انا هقول لك بس لا هو انفراد يقدر يدخله، هقول لك بس استناني بس. انفراد يقدر يدخله ما دخلتش، وكان قدامه الحل الاسهل بكتير ان هو يباصي تخلص بيه الماتش، تقتل بيه الماتش حرفيا، تجيب الجون الثالث. جيوكاريس كان مفتوح تماما. لا هو الماتش كان ميت، الماتش كان ميت، بس انا اقصد يعني اولا الجون ده يعني انا باعتقادي لو ساكا كان دخله كان الناس كانت هتقول ايه ده اللي متعودين عليه من ساكا، طبيعي ان هي الكره تخش. بس ان كره زي دي تضيع ويبقى عندك الحل الاسهل المضمون اكتر 100% ان الكره تخش اللي هو جيوكاريس، منه هتدي ثقه لجيوكاريس، منه ان انت تبدا ان انت اللي هو تلعب تاني مع الفريق زي زمان. اعتقد هو دلوقتي ساكا في جزء اللي هو بيدور مجد شخصي في حاله لو ارسنال كسب بطوله، وانت كنت قلتها قبل ما نصور علي انه هو بيدور على ما ينفعش انه ارسنال يبقى كسبان الدوري وساكا مش عامل الارقام اللي هي مش احسن لاعب في الدوري. بالظبط، مش احسن لاعب في الدوري، او حتى مش عامل ارقام اللي هو انت احسن لاعب في الفريق حتى. بص يعني اللي مركز مع ساكا يعني مثلا شوف ساكا في ماتش كريستال بالاس، هو ما جابش جون، ما عملش اسيست، لكن هو كان اخطر لاعب في الملعب. هو لسه عنده الحته ان هو لما بيتحط 1 on 1 هو unplayable، صعب جدا ان انت تدافع ضده. بيسحب خطوره جدا عليه. شوفوا في ماتش فولهام، الماتش ده كان واخد الواد الليفت باك بتاعهم ده، يعني كان صعبان عليا، فاهم؟ هو ده ساكا. هو الفرق الموسم ده لحد دلوقتي من ساكا ان هو ما عملش التفنيش اللي في الاخر الفاينل برودكت زي ما بيعمله بالاستمراريه اللي بيعملها قبل كده. ساكا في طبيعه ده يعتبر ان هو قل سنه. لا بس في الفينش لا. دي الفينش أيوة. دي يا جماعه بس ماشي، ما هو الفينش هو ايوه انا اعتقد ان هو لسه بس. احنا عشان نتفق هو ساكا معلي للبار قوي قوي، تمام. لان هو اداؤه كان في اوحش فترات ارسنال، هو كان النجم الفريق بمعنى الكلمه، يعني ممكن يبقى الفريق فاهم شباشب وانت حاسس ان هو احسن لعيب وبتدي له الكوره الحقني بالظبط وبيلحقك بالظبط. وهو طول عمره عليه الضغوطات بتاعت انت ارقامك مش زي صلاح 100%. وعلى فكره هو صلاح برضو خرتيت، يعني ارقامه غير يعني ارقامه دي في حته علشان تجيبها اصلا اللي ساكا بيعمله يعتبر ممتاز اعلى على سن ممتاز وعلى كمان. سنه كمان، بس هي علشان انت على طول هتقعد تقارنه بصلاح صلاح فالموضوع هيظلمه شويه. مشكله ساكا انا بيتهيألي الموسم ده ان الناس بصله البصه بتاعت انت بقى عندك الموارد اللي انت كنت بتشتكي منها، انت كنت بتلعب بتتخانق لوحدك، دلوقتي جبت لك ناس تساعدك في الخناقه، فالمفروض تبقى خلاص بقى اللي هو ناس تفنش لك الفرص، ناس تساعدك عندك بقى كمان الناحيه التانية شغاله، فمش كل الفريق مركز معاك، الفرق الخصوم مش بانيين خطتهم يقفل على ساكا، فاهم؟ بقى عندك المفروض حريه اكبر يعني، فهي دي النقطه. بس هو مستواه ما زال عالي جدا جدا جدا، هو مستواه حلو، بس لما تحصل له هزه في الفينش غصب عنك هتبص عليه اللي هو ساكا حبيبي، لا ده انا مستنيك تعلى مش تنزل. بص هو ده اللي لازم ساكا يعمله، لكن هل هو بيعمل كده عشان هو بالضغط عليه بزياده؟ هي بس ما مش ماشي لسه يعني ما مشيتش، بس هتمشي، فاهم؟ هو انت شايف لعيب في الملعب بيعمل كل حاجه صح لحد ما، موافق. ولسه الفينش ده بس يعني الفينش دي بتبقى فيها منها توفيق برضه، يعني فاهم انت؟ فانت هو انا مش ببص لساكا واقول له انت فيك ايه يا ساكا، لا هو بس انا عارف ان المنظر ده هتقوم تعمل كليك معاه وجايب جون في الكاس ولما راح مع انجلترا جاب جون حلو هو ساكا مش راحت منه، فاهم؟ لا هو هو بس ايه فتره هو برضو يعني عشان نراعي هو اتصاب ورجع من الاصابه وبديله هو دلوقتي ساكا ما عندوش بديل، يعني ساكا لما بيطلع مش حد بينزل مكانه، ما عندكش غير ماكس داومن اللي ارتيتا بيحميه بشكل كبير، مش عايز ينزله في الدوري، مش عايز ينزله في ماتشات كبيره لسه. فهو ساكا رجع من الاصابه بدري عما كان هو عايزين يرجعوه، تمام، عشان مدويكي اتصاب وبيلعب كل الماتشات عشان انت محتاجه،
ولسه عندك على الشمال يعني لما ساكا دلوقتي بيطلع مارتينيلي هو اللي بينزل مكانه على اليمين فاهم. مارتينيلي مصاب كمان. مارتينيلي دلوقتي كمان اتصاب. تمام. فانت فهو ساكا لسه ما رجعش في 100% بتاعه انا ده في رايي وما رجعش في الفورمه هو بتاعته. لسه كويس. انا بس اللي بقوله علشان برضو الناس تفهم احنا ايه اللي احنا بنتكلم فيه. هو مازال كويس بس هو ما عملش لسه ما جابش الحته اللي هي بتاعت احسن لاعب في الدوري. جونين في 10 ده لسه ما ينفعش تقول يحطه في الليسته بتاع احسن لعيب في الدوري بالظبط. بس هو محتاج يروح هو هناك. محتاج يروح هناك يعني دي ما فيهاش كلام يعني لان لحد بس دلوقتي ما تتعمقش في ليه هو ما راحش في الشهرين اللي فاتوا دول عشان يعني في حاجات كتير قوي حصلت ولسه الدوري بس يعني زي ما بيقولوا about time يعني حان هي يعني هو ده وقته. هو ده وقتك انك تتألق وتاخد احسن لعيب بقى في الدوري هيجي ان شاء الله ونتكلم عليك بالون دور والكلام ده. يعني هو ده. قول يا سيدي بجد والله بلاش يا سيدي حتى في حاله لو ارسنال خد الدوري وهو ما خدش احسن لعيب في الدوري او اي حد من ارسنال ما خدش احسن لعيب في الدوري بتحصل يعني شفناها قبل كده حصلت. تمام بس لازم تبقى السبب مقنع اللي هو تبقى صلاح في موسم 2017 2018 اول ما جه عامل ارقام بس السيتي اللي راح خد الدوري فانت محتاج حاجه كده تمام بالزبط. فانا هعدي لك كل ده. هل انت هيعمل يا عم موسم خرافي بس لازم يبقى بس انت لازم تبقى احسن مدرب احسن لعيب في فريقك. هي دي النقطه. هو لازم التارجت بتاعه ان هو يكون يبقى احسن لعيب في الدوري. هو ده لازم يكون هو ساكا الليفل الموهبه بتاعته هناك ان لازم على الاقل يبقى بيحط نفسه في الكونفرسيشن بتاعت انا احسن رايت احسن وينجر في الدوري يا عم. مش هقول لك يعني هو لازم يعمل يعني معلش اقول لك على حاجه لازم يعمل موسم بالمر من لاول ما راح تشيلسي. يعني هو عايز يعمل موسم بتاع صلاح اللي هو مش اعلى موسم لصلاح تاني اعلى موسم اللي هو 19 اللي هو يجيب 19 جول يجيب له حاجه 20 جول. ده المفروض الليفل بتاع ساكا. هو هيتوقع بالزبط. لازم يتوقع من نفسه كده ولازم يحط الستاندرد ده لنفسه. بس في الاول وفي الاخر انت الاهم حاجه في الموسم ده ان الفريق ينجح وساكا بيعمل اللي عليه وزياده في البتاع ده. لا وبرضه علشان نقفل قصه ارسنال احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم على اول الدوري بفرق 6 نقط. ف يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده تعتبر نقط صغيره قوي ان هي علشان توصل لل 100%. بس انت اصلا احنا بنتكلم في ال 95 في الشامبيونز ليج بقى والكلام ده بالظبط. ما تخش بقى في العكش اللي هو قدام وزحمه الماتشات والكلام ده يبقى ارسنال مريح الدنيا فاهم. فاحنا برضو علشان الناس تبقى فاهمه ما فيش اي حاجه من اللي اتقالت هنا بتقول ان ارسنال مستواه في اي حاجه سيئه على الاطلاق. احنا هنا بنتكلم اللي هو بقى تعلى من ال 95 تقفل ال 100%. يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بلا شك ان ارسنال في الدوري الانجليزي هو اكتر فريق كونسيستنت. هو اكتر فريق شكله عنده يعني هو دلوقتي المفضل ان هو ياخد الدوري. بس لازم يعني استمراريه مش هي دي مشكله ان يعني ارسنال دايما ايه كمشجع ارسنال انت بتبقى محترف ان انت تعلي سقف الامال وتتحطم فاهم. بس انا ببص في اللعيبه دي هو ده وقتكم يا جماعه ان انتوا ترتقوا للسقف التوقعات ده. لما التوقعات تكون عاليه عليهم لازم تبقى انت هناك. لازم تبقى انت هناك فاهم. مظبوط. دايما ارسنال كويس لما يكسر سقف التوقعات لكن مش كويس ان هو يرتقي لتوقعات عاليه. ارسنال لازم يعمل كده السنه دي. مفيش هزار فاهم. ومنظر اللعيبه في الملعب كل حد في رايي بيعمل كده بيحاول كده. ان شاء الله خير يعني. دي حقيقة. اللي بعده ان شاء الله خير. اللي بعده عندنا يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. حلو. تفعلوا زر الجرس واعملوا كومنتس. لما تعمل كومنتس تخش مسابقه سحب على مسابقه عمر تيشيرت ممضيه من عمر مرموش. تيشيرت منتخب مصر بالظبط. منتخب مصر بالذات ممضيه من عمر مرموش. تمام. تيشيرت قاعده جنبنا خلاص رسمي عشان بس ايه الناس ما تقعدش تدور عليه. ونروح بقى بعد كده على ليفربول اللي اخيرا نقدر نقول انه في الدوري انا مش هقول لك سيتي 3-1 انه فاق من الكبوه. لا وحش مستواش. لا فاق من الكبوه دي بعيده قوي. حلو يبقى ما فاقش من الكبوه. طب تصنفها ايه؟ بصيص من الامل. لا خليه برضو يا جدعان ده حمل اللقب برضو. فاحنا يعني عشان كده بقول برجل واحده الدنيا معانا حلوه برضو. وانت في اسامي وعلى فكره هو خلينا نتفق على حاجه برضو. يعني ليفربول 18 نقطه ارسنال 25 اللي هو اول هو 7 نقط دول عادي. ايوه يعني هو المنافسه تمام يعني. ايوه انا مش مغامر. انا بالنسبه لي هي خلصانه مش علشان فرق النقط
يعني السيتي كان بيفرق نقط وبيروح يجيب الدوري. هي بس علشان اداء ليفربول في الملعب بيقول لك برضو ان احنا يعني لسه بعاد، بس ممكن تحسن. فخلينا يعني انا عاجبني ان انت بادئ النقاش بتاع ليفربول بوضعه حالته. انك تخسر 6 ماتشات من 7 ده رقم مخيف لحد بيشجع ليفربول اللي هو احنا اساسا شفنا ايام غبرة اوحش يعني. فلو بنتكلم بقى كمان لو انت مشجع ليفربول في اخر 10 سنين مثلا، لا ده رقم يعني كارثي، رقم وحش لاي فريق في بالظبط الليج يعني. رقم كارثي بجد. بس تيجي تبص برضه على ليفربول، نفس الفريق اللي انت بتتكلم عليه ده هتشوفه بيقدم ماتشات يعني مش هقول لك 10/10 بس يعني 8/10 و9/10. فهو وده علشان العناصر، احنا هنا بنتكلم على لعيبه تقيله جدا. يعني لما انت بتتكلم على فان دايك فانت بتتكلم على واحد من احسن سنتر باكات في العالم في اخر 6-7 سنين. ده صلاح احسن لعيبه في العالم في اخر كام سنه. عندك حتى اللعيبه اللي في نص الملعب، يعني واحد زي سوبوسلاي لعيب سوليد لدرجه مرعبه. ماك أليستر الناس كلها عارفه قد ايه هو لعيب كويس. جرافنبرغ انت شفت الموسم اللي فات عامل ازاي. جاكبو انت عارف هو بيجيب اجوان عامله ازاي. فهو فريق مليان، ده غير بقى اللعيبه الجديده بقى ال 500 مليون اللي اتصرفوا اللي احنا ما شمناش ريحتهم لغايه دلوقتي. اما في 400 اكتيكي، اما في 420 من هم اللي مش شغالين بالظبط. انا ابو 80 ده هو اللي اشتغل اكتيكي. بس تيجي فريمبونج، كيركز يمكن من اكترهم اللي اشتغلوا، بس برضو يعني ما يعتبرش اللي هو يعني انت روبرتسون نزل الماتش ده مكانه قدام استون فيلا حسيت ان الجبهه منعنش، وروبرتسون مش في احسن حالاته بس اداك الاحساس بتاع ليفربول. من الواضح ان برضو ارني سلوت غشش له حته كده الماتش ده، ان هو غير حاجات كتير قوي في الطريقه اللي بيبني بيها اللعب والطريقه اللي بيعمل بيها ترانزيشنز. كنا اسرع بكتير جدا في نقل الهجمه من الماتشات اللي فاتت. شغل بقى لسه عندنا الحلنبوحه بتاعت اللي هو باصي ولف ودور ويلا ونباصي تاني وبتاع، بس بقى في كور طوليه بتتلعب اصلا، وبقى في مواقف 1-1 لصلاح، والباصه اللي هي اللي بعرض الملعب بالظبط رجعت تاني. ففي حاجات كده لما هو رجع لها تاني واضح الفريق حافظها قوي، ففرقت معاه جدا يعني. طبعا بطل فتي يعني بطل فتي او مش بطل فتي، خفف من حده الفتي يعني اللي هو نزل حته كده. ارجع للحاجات اللي الناس حافظاها، ونقش حته كمان من الكتاب بتاع كريستال بالاس يعني الواحد على واحد اللي عملها قدام استون فيلا في بين الهجمه ده، هو غششها سنه بس تمام صباح الفل، مين مهتم يعني. بس انا بالنسبه لي اللي مهم قوي في الحته بتاعه الماتش بتاع استون فيلا ده ان هو لعب بالشكل اللي اللعيبه فيه مستريحه لاقصى درجه. يعني الثلاثه بتوع نص الملعب رجعوا زي الموسم اللي فات، لعبوا تقريبا كره شبه قوي بتاعه النص اللي فات. شفت صلاح بيضم اكتر، عارف اللي هو في حته كده نزل حته اللي هو اهدى يا عم احنا الموسم بيضيع، لو خدها واحده. انا وسط اسبوع كنت بصوت لما شفت التشكيله بتاع ماتش كريستال بالاس. انا قلت ده راجل متخلف عقليا، ده راجل مش مظبوط يعني انت خسران من طوب الارض يعني في البلاعه، جاي لك ماتش في الكاس تنزل لي عيال صغيره علشان تزود ضغط على الفريق، انت بتفكر في ايه؟ وانا كنت بصوت وانا بتفرج الماتش ده، والحمد لله ان هو خلص على قد كده، والله العظيم الحمد لله ان هو خلص على قد كده. كان ممكن يبقى فضيحه يعني. تلعب في انفيلد مصيبه. لا راجل معتوه يعني قرار غبي ما يتقالش عليه حاجه، قرار غبي. ما هو قرار جريء وغبي. هو قرر ان هو انا لازم اظبط فورمتي في الدوري، فهي برضه مش اللعيبه مش تعبانه قوي كده في الدوري، على بريشر قوي على ماتش استون فيلا اللي هو يعني هو لو كان اتعادل الماتش ده او حتى كسب بشكل مش مقنع قوي كانت هتبقى مشكله بقى. موافق، هو الراجل مش اذكى حاجه في العالم يا جماعه، مخاطره يعني هو كانت لا بس نفعت يعني. بس هي اشتغلت. انا مش شايف ان هي الراحه دي اللي فرقت، بس يلا صباح الفل يعني. او في الاول في الاخر انت جبت اعتقد اللي خلته تشتغل اللي انت فعلا بتقول عليه ان هو رجع حاجات من اللعيبه المرتاحه عليها من السنه اللي فاتت بالزبط. رجعها اللي هو يعملها بطريقه مختلفه سنه. لسه ممكن انا شفتها مثلا لسه توزيع اللعب من نص الملعب او بناء الهجمه شمال ويمين، ان هو بدل ما هو كان شمال بس هو الماتش ده خلاص بقى يوزع شويه شمال شويه يمين على حسب الهجمه ماشيه ازاي. والنقطه طبعا مهمه ان هو ادى اريحيه لصلاح، ما تبقاش لازق لي في الخط، ايوه ضم لجوه ويلعب. لا وهو طبعا الدنيا. كمان ربنا يبارك له اوناي ايمري، الراجل اللي انا بعتبره في معزه اخواتي يعني، عمل جميله العالم يعني في تحضيره الكره من ورا دي، وهو مش احسن حاجه في العالم يعني، مش احسن سنتر باك في العالم. ومارتينيز مش احسن لعيب بيلعب بجوه. لا هم عاملين معانا واجب ما يتعملش مع حد يعني. ده بقى ده كان السؤال اللولبي بتاعي، ان يعني
تنسب قد ايه الفوز ده، قد ايه لان سلوت غير حاجات واللعيبه مسكت فورمتها ومش عارف ايه، وقد ايه منه ان استون فيلا بادئ واحد من اوحش بداياته بقاله كذا سنه. تمام، بس استون فيلا مش مالت، ده جايب 15 نقطه وممكن نرد نقطه تمام. برضو مش بعيد قوي عن ليفربول يعني. وهرد بس نقطه يعني معلش، بس ده انتوا بادئين بدايه وحشه جدا برضه. أيوة، بس هرد يعني نقطه هم بادئين وحش منكم، فاهم؟ فدي يعني هي برضو شطاره يعني، هي ممكن غباوه من لا هو كده إمري، كده بس في شطاره من جزء سلوت. بس يعني مش هتبقى 50-50، بس هتبقى 70-30 يعني. بس يعني فاهم شطاره من قصدي سلوت يعني. برضو. أيوة، تمام، موافق في يعني. جزء انا شايف في جزء في المعادلة دي؟ الحاجات اللي في المعادله دي، قد ايه استون فيلا وحش. لا هو مش وحش قوي برضه، مش اصلا هتاخد خلي بالك انا لسه مدافع عن استون فيلا يوم ماتش مانشستر يونايتد وقلت نفس الكلام مع انهم خسروا، مش هتاخد بس من اللي هو ده فريق مش مالط، ما ينفعش تيجي تقول على استون فيلا ده مش وولفز. تمام انت ما ما رحتش كسبت وولفز فبتقول لي مش هتاخد من ان ليفربول يعني عشان تكسب استون فيلا لازم تعمل كل حاجات صح، بس استون فيلا دلوقتي برضو مش الدنيا مش ماشيه لا معاهم تمام موافق. كويس جدا. لا فاهم؟ ما هو انا عشان كده وقفت امير لما قال لك العوده بقى من مش قلت له لا بص احنا كسبنا ماتش نفس يعني يعني خدوا نفس كده كسبنا معاكم ماتش. مين في الشامبيونز ليج الاسبوع؟ ريال مدريد ان شاء الله. عندي بص ريال مدريد في سيتي. شيت. لا انا ريال مدريد في سيتي في الدوري ربنا يسهل مفيش مشاكل. ربنا، انت مش عايز اريح في الكاس يا عم. بص انت عايز ايه؟ ريح يا عم. بس علشان بس هخلص النقطه بتاعت الفورمه. أيوة. ليفربول لو عرف يعمل اي نتيجه ايجابيه هنا التعادل يعتبر ايجابي بالزبط. قدام سيتي وريال مدريد. ثانيه واحده بس، في الارضخو ولا في انفيلد؟ ريال مدريد انفيلد، بالزبط. اعتقد سيتي هناك. ريال مدريد انفيلد تاني ده والله حظهم وحش. بس هي في نفس الوقت لو انت عرفت تطلع بنتائج ايجابيه في الماتشين دول اللي هو ما طلعتش بكارثه، هتفوق بقى الفريق بجد، اللي هو هيتشال من عليك ضغط معين كده بتاع اللي هو انت طملت، هيتقال عليك تمام عندك شويه مشاكل. احنا دلوقتي في مرحله يعني. انت طملت، فانا عايز اطلع منها لمرحله انا بواجه بعض المشاكل. هو اعتقد ريال مدريد لو هتبص دلوقتي مين احسن فرق في اوروبا، هو ريال مدريد في موجود رعب هو يعني ان هو هجوميا رعب، نص ملعب كويس، دفاعه بقى ثابت. وانت عارف بقى دفاعنا عامل ازاي كمان. جابي الونسو عامل بتاع، انت متخيل؟ انا مش عايز اخش في التفاصيل بتاع الماتش ده علشان الماتش ده مخيف، اصل ده هنجيله الاسبوع الجاي يعني. تفصيلة الماتش ده هنجيلها الاسبوع الجاي. لو كسبتوا الماتش ده تبقى حاجه كبيره قوي يعني. لا متفق يعني، مع ان ده المفروض المتوقع، فاهم يعني ما هو يعني ده اللي حصل السنه اللي فاتت. المفروض بالظبط ان هو على الموسم اللي فات واحنا جبنا صفقات وهم عاملين كويس، بس برضو ليفربول في ارضه، فالمفروض ان انا ابقى متوقع ان انا اكسب. انا حاليا هبقى مبسوط بالتعادل، ودي حاجه انا ما بحبش اقولها بس هي حقيقيه. بس على الفورمه اللي فيها بعدد الخسارات اللي حصلت، لو خدنا كل العوامل دي مع بعض التعادل يعتبر مكسب. طب انت كان في نقطه قلت لي مهمه قوي 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 عليها بقى، على يعني قبل ما نصور كنا بنتكلم عن صلاح، على حته الضغط اللي على صلاح. قلت لي في مش قصه بس ان هو دلوقتي ضغط جماهيري، ولكن او ضغط مثلا ان الاداره بتفكر بطريقه ما او الكلام ده كله، بس انت شايف انه دلوقتي محبين النادي او لعيبه سابقين قد ايه ان هو صلاح باللي هم فيه، هم مدينه وضعه بجد. طبعا كلاب ليجند يعني. انت يبقوا قليلين قوي بصراحه لو ما عملوش كده. لا وبعدين انت الاسامي اللي مدياله يعني اللقطه اللي كنا بنتكلم عليها كانت لقطه جيرارد بعد الماتش لما حضنه، وفي احساس كده يعني. هو صلاح انت حاسس حتى احتفاله حتى بتاع يعني واضح قوي ان الموضوع تقيل على قلبه يعني اللي بيحصل. غالبا صلاح مخضوض شويه ان هو ازاي اتهاجم في 5-6 ماتشات. يعني انا قدمت قد ايه علشان لما تجيلي 5-6 ماتشات انا جاب فيهم اجوان على فكره واسيستات، بس هم برضو مش صلاح. ازاي اتهاجم واشيل الليله ومع خساره كمان؟ بالظبط. بوجهه نظري الشخصيه وبالتالي اي حد في العالم بيتفرج على كوره، نجم الفريق بتاعك ده انت بتبقى متخيل ان هو سوبرمان. فانا ما يخصنيش بقى معلم بقى، ولا انت معاك بقى سلوت معاكش سلوت، اللعيبه مصابه، اللعيبه جايبه فورمه، انت تبقى لك سنين بتلحقني تاني. يعني انت بطلت تلحقني ليه؟ مع ان هو كان بيعمل لي حاجه كده جدعانه يعني، بس انا خلاص بقيت واخدها حق مكتسب. انا الجدعانه انا متعود. انا الناس التوكسيك دي عارف. انا متعود انت بتجيب لي جونين وانا بلعب زي الزفت، هاتهم. تمام. فهي دي. بس انا حاسس ان صلاح الغريب بالنسبه لي ان صلاح مخضوض. انت المفروض تبقى عارف الكلام ده، المفروض تبقى عارف ان اي حاجه هو اصلا مين اكتر 2 لعيبه بتهاجموا في ليفربول؟ صلاح وفان دايك، اللي هو كباتن الفرقه واحسن لعيبه في اخر 5-6 سنين.
فهو الجمهور غصب عنه في عشم كده بيتخلق معاك لما خلي تبقى بالك نجم. برضه يعني انا مثلا في الاكسبيرينس بتاعتي مثلا في الحاجات دي الكلام ده بيبقى دايما في السوشيال ميديا. الجمهور اللي في الاستاد طبعا مختلف تماما، ده بيسقف بيروح وبيغني لصلاح الجمهور وبيعمل كل حاجة. بجد مفيش الكلام ده طبعا خالص. انت شفت اصلا في اول ماتش يعني قبل ما اي جوان تيجي لا. الجمهور كان صلاح مفيش شجع الكلام صلاح ده جماعة خالص يعني. شعبية دايما جارفة السوشيال ميديا بيديك طبعاً. تصور ان المشجعين ليفربول بيهاجموه، بس لا. اغلب مشجعين ليفربول مش لا بيهاجموا. طبعا. طب بس حلو ان انت كمل. شايف ان النادي بالظبط ككل عناصره، سواء اداره سواء ولازم لعيبه قدامى سواء الجمهور اللي في الاستاد، الناس كلها مديه صلاح الوضع الليق بيه ان هو على قد ما انا مش عايزكم تاخدوا الدوري وتكسبوا وتعملوا مش عارف مش ايه، على هناخد قد ما انا دوريات يا عم على قد ما انا هقول ان لا ليفربول نادي محترم، فاهم يعني نادي يعرف يقدر اللعيبه بتاعته ازاي. بالظبط. وصلاح يعني اكبر بكتير. هو لو عمل موسم كامل وحش المفروض هو بس انا اللي اتمناه بس شويه ان هو صلاح الفتره الجايه دي بقى كده هيجي لك يعني زي ما هرجع واقول ليفربول هيبقى له ايام كويسه وايام وحشه الفتره الجايه دي قدامنا شويه لغايه لما نجيب مدافعين يعني في يناير ان شاء الله، بس الناس تبقى عامله حسابها جيهي ايا كان احنا عايز محتاجين مدافع ورقم 6، فلغايه لما نجيب اللعيبه دي الفريق هيبقى عنده ايام فوق وايام تحت. المهم بقى بالنسبه لصلاح ان هو يركز دلوقتي بره، هو محتاج يرجع بالزمن شويه كده، اللي هو يرجع يقفل على نفسه شويه، اللي هو ما يركزش مع الناس بقى. خلاص هتعمل ماتشات حلوه، هتعمل ماتشات مش احلى حاجه تجيب اجوان، احنا هنرجع للكحرطه بتاعت ليفربول اللي هي بتطلع لحظات عظيمه، لحظات ايقونيه ان هو هتجيب جون في اخر دقيقه قدام مثلا سيتي، فاهم اللي هو هترجع للاحساس ده اللي هو بتجيب الجون وده جون المكسب اللي بتقلع فيه التيشيرت وتروح لجماهيرك. الفتره الجايه دي المفروض يبقى هو ده الحاله العامه للفريق. جون اوبي ميكيل كان طالع في بودكاست، دي حاجه برضو علشان نزودها على الموضوع، وكان بيتكلم جات سيره صلاح واتكلم في موضوع ان يا جماعه الناس مش مركزه ان ليفربول عدى بكارثه في الصيف اللي هي فقدان دييجو جوتا، لعيب محبوب في الفريق، لعيب قريب من صلاح، لعيب قريب من ناس كتيره قوي، ولعيب مش نكره، لعيب مهم في الفريق. الموضوع ده اكيد لسه سايب تقل جوه اوضه اللبس عملاق، ده واحد صاحبك بتاكل بتشرب عايش معاه وكذا سنه كذا سنه نفسه طلع اتكلم عن الموضوع ده. موضوع تقيل يعني طبعاً. انت يعني هيعمل لك هزه، هيعمل لعيبه ضغط. فانا بقول لك ليفربول محتاج يدخل في الحاله النفسيه بتاعت احنا بنعافر حرفيا، نعافر هي دي، محتاجين نرجع نعافر تاني، بس محتاج تنزل شويه من الحته بتاعت اصلا نجم العالم. فسلوت محتاج هو كمان ينزل من الحته دي، اللي هو لا انا هلاعب فيرتس لغايه لما يجيب فورمه، معلش انا بحب فيرتس وانت على عيني وعلى راسي، بس احنا محتاجين نرجع معافره، وفيرتس محتاج يرجع يثبت نفسه من اول جديد مع انه نجم، بس محتاج يرجع ياخد 10 دقايق ويعملهم كويس في ربع ساعه ويعملهم كويس. عدوا مرحله التوقعات العاليه بالظبط. التوقعات دلوقتي كلها اتهدمت، محدش متوقع ان ليفربول احنا دلوقتي بقى نرجع نحفرك. ليفربول يعملها عادي. صلاح يا جماعه صلاح يا جماعه هيفوق فوقه طق، هتلاقي الدنيا ماشيه معاه زي الفل. 250 جون بالظبط 250 يعني جون، ما تقللوش من ده يعني كلوب ليجند زي ما تقول، فاهم؟ بريمير ليج ليجند. انا مش قلقان على ليفربول، انا بس حابب الناس تبقى معايا في نفس الحاله. اللي هو يا جماعه موسم صعب داخل علينا، هنعيشه ماتش بماتش. وممكن اقول لك حاجه برضو، التجارب دي على فكره من واحد عاش ايام زباله كتير حلو على فكره، يعني انت بتشوف فيها لحظات بتبقى محفوره في بس هقول لك نقطه الصراحه، يعني انت بتقول اللي هو لحظه بلحظه والكلام ده كله، بس انا اعتقادي انه اللحظات دي هتطلع زي ما انت بتقول، اللحظات دي هتطلع بلحظات معفره، بس في نقطه انه رحت كنت اوحش من كده بكتير. الضغط اللي انت في اللي ليفربول فيه دلوقتي دي الفلوس، وان انت كنت بطل دوري. ايوه طبعا. بس انت السنين اللي فاتت ليفربول ما كانش بيصرف الفلوس دي، وما كانش بيبقى بطل دوري حتى قبل كلوب، اللي هي السنين اللي وقعت. احنا ما كانش فتره كلوب اللي هو بينافس فيها سيتي، تمام. الفتره اللي قبليها من بعد اخر تشامبيونز ليج سنه 2005 لحد 2015 مش بالسوق ده يعني، ما كنتش بالسوق ده، هو في يا اخوان مش قصدي، بس انا اقصد يعني. بس اقصد ما كنتش صارف، انا ما زلت توب فور يعني. انت معلش عارف رايي في موسم ليفربول هيخلص ايه؟ انا اعتقد ان ليفربول هيبقى لسه منافس،
هو لسه 7 هو لسه منافس على الدوري وهيبقى منافس في الدوري وهيفضل في التوب 4. اقول لك التوب 4 هي بس الدنيا مش وحشه قوي كده. هي بس الخطه بتاعت انت صرفت كل الفلوس دي واللي انت خدته بيه وبطل الدوري ومش دايس على وش الدوري فاهم. بس هو ده كان متوقع بس عادي يا جماعه والله ليفربول هي بقى النقطه الثانيه ودي هنعرفها في ديسمبر ويعني بعد رجوع صلاح من كاس الامم مع المنتخب انه في حاله لو مصر مثلا وصلت فاينل ان شاء الله يعني بس وان شاء الله ياخدوها ان نكسب بس ان شاء الله في حاله لو في المغرب تمام ان شاء الله يعني عادي مفيش مشاكل يا عم كلها احلام مشكله احلام وامان يعني بس في حاله اماني بقى في حاله الوصول للفاينل وعدم المكسب اعتقد هترجع تاني اللي هو صلاح من كام سنه اللي هي لما خسر الفاينل من قدام السنغال وده خوف بقى تاني ان انت تبدا في دوامه تانية ان انا اخش بقى مع صلاح السكه الريكفري تخش بقى احنا قاعدين نلعب في الدوامه دي وربنا ان شاء الله خير يعني فخير ان شاء الله خير الفاينل الاول وبعدين خلينا او يمكن هو 3 ماتشات ونرجع بلاش نتوقع البلا قبل حدوثه هي 3 ماتشات وهنرجع ان شاء الله يعني نرجع للمنتخب ده يلا يا باشا عدوا بس المطحنه اللي عندكم الاسبوع ده وبعدين نشوف الدنيا عندكم ايه. عيشني الاسبوع الجاي بحيد ربنا يمكن انزل تحت انت بتبص بعيد قوي يعني ده عندهم مصيبه قدامهم دلوقتي يعني في حيطه داخل الاسبوع ده ماتشين صعبين جدا 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 يعني ان شاء الله خير يعني ما حدش عارف خير فين فرقتين في فورمه وفرقتين توب. هستأذنكم بس حد منكم نبص نتاكد كده نتيجه الماتش بقى وصلت لايه خلص كام ما هو كان 3 بقى بالتالي خلصان بقى. هل جابوا الرابع 3-1 ايرلينج هالاند مان اوف ذا ماتش اعتقد طبيعي يعني جاب جونين والثالث مين نيكو اورايلي اسيست في الفودن ريان شرقي عمل اسيستين لا انا في الفودن ده ناسيني اصلا خدني بس طب ممكن سؤال ريندرز نزل في الدقيقه 73 ومرموش نزل الدقيقه 82 وريان ات نوري اعتقد ده اول ماتش يرجع ورودري نزل في الدقيقه 90 كويس يا ساتر ما علينا راح على دخل ليفربول يا ساتر لا بس اقول لك حاجه كده جوارديولا طلع كان اتكلم في النقطه دي ان هو هيديله واحده ان هو بالظبط رودري هيديله واحده هيديني انا واحده برضه هنعرف الاسبوع الجاي هتشوفوا هو بيدي ليفربول واحده برضه. طيب سريعا نقط اخرانيه يونايتد بتعادل قدام نوتنغهام فورست اللي هو فريق ميت محبطه بس في نفس الوقت يعني ما زلت متفائل. حلو ان هم عرف يرجع لان في الطبيعي مش في الطبيعي في الفتره اللي فاتت يونايتد ما كانش بيعرف يرجع في الماتشات. الطبيعي دي كانت تزعل ما لا مش طبيعي بس هو لا الحقيقه الحقيقه ان هي الفتره اللي فاتت فترات الانهزاميه بتاعت مانشستر يونايتد كان ماتش ده خلص 2-1 بالظبط. فهو حاجه اكشلي تفرح ان هو عارف وبعدين جون في الاخر بالظبط. وبعدين هقول لك نقطه تانية برضو هو رجوعه مش يعني هو بعد ما لبس الجونين طبعا الجونين في 5 دقايق في الشوط الثاني دب في اول 5 دقايق بالظبط بس انت من الدقيقه 50 لحد اخر الماتش هو يونايتد مسيطر. أيوه. مش ان هو يونايتد بقى بيلعب وحش انت لحظات انهزاميه بلعب سيء لا انت اولا انت عندك الروح اللعيبه كلها عندها الروح انها تلعب وقادره اللي هو لا والله انا هجيب الجون يعني وحصل ان هو جاب الجون يعني. لا واللعيبه مانشستر يونايتد احسن بكتير مانشستر يونايتد ما ينفعش تكون كنت بتتفرج على مانشستر يونايتد اخر كام سنه وتتفرج عليهم السنه دي وتقول ان هو والله لسه بيعانوا لسه بيعانوا بس انت جاي منين يا معلم؟ جاي من بعيد قوي انت جاي من مشوار مرعب. انا بس مشكلتي كلها على قد ما انا بجد يعني مديهم حقهم ان هم يعني هيرجعوا بياخدوا خطوات كويسه ومش عارف ايه ان بعد الشوط الاول لما كانوا كسبانين لقيت ناس طلع بيقول لك كان في لحظه قصيره كده مانشستر يونايتد كان تاني الدوري قبل ما الماتشات الثانيه تبدا بيقول لك المنافسه مع ارسنال هتبقى صعبه السنه دي. ايوه لا بس دي برضو والله حلال يا عم هقول لك برضو كام ماتش حلو كده حلال. حاجه على فكره انا بالنسبه لي والله مش بهزر حاجه تبسط ان هو طبعا ترجع التوب 4 اساسا الطبيعي يعني انا طول عمري التوب 4 الطبيعي الدوري الانجليزي ارسنال ليفربول يونايتد وتشيلسي وحتى اصلا عن مانشستر سيتي واقول لك حاجه الصراحه تشيلسي حتى قبل اكتر واحد فيهم خد الدوري في 10 سنين. ايوه لا
لا ده التوب فور الطبيعي. انا فاهم قصدك انت بعد كده هو الطبيعي مش تشيلسي برضه يعني، بس يعني ما بالظبط الطبيعي ما كانش. عايز ترجع للزمن امتى فين؟ لا بس قول ده التوب فور اللي الناس دايما كانت بتتكلم عليه، ارسنال ليفربول ويونايتد وتشيلسي. وارسنال ليفربول يونايتد ده تمام. تاريخ البريمير ليج، وبعدها تشيلسي بعد والسيتي كده ظهروا عندك في الآخر. دلوقتي سيتي، فانت بقى اصبح بقى عندك توب 6. معرفش ليه حشروا توتنهام الصراحه، بس يعني صحيح انت ايه بطيخ توتنهام انت اعمل حسابك محتاج تدرس عليه كويس اول فتره الجايه وتركز معاه عشان تقرب. الديربي قرب. تمام. وبعدين انت خسران، صحيح انت خسران هارد لك، خسران خسرت من تشيلسي 1-0. طب نعدي بسرعه على تشيلسي. عدي بسرعه يا باشا، بسرعه. عملوا ماتش عالمي. انا بالنسبه لي في حاجه، بس الماتش ده كان ممل طبعا، ملل الدنيا، وبعدين كان افتتاح المتحف فكنت بقلب الصراحه. انا ما كنتش بقلب يعني، كنت اصلا في الافتتاح. انا كنت في الافتتاح. لا انا كنت مشغل الماتش كتير. انا قعدت كتير يعني اتفرجت، بس هو فعلا كان ماتش ممل. اصلي جايب كاسيدو وقلت اصبر على جواو بيدرو الاسبوع ده. انت بصراحه انا كنت مركز مع الماتش ده. يا عم احمد ربنا انا كنت هشتري تشابي سيمنز، ربك صدق. جاب لي اسيست، كاسيدو اسيست، وجواو بيدرو جاب جول بعد ضلمه. انا معاك كاسيدو ومشيت جواو بيدرو علشان اقفل الموضوع. بس حاجه بيتهيألي الحاجه الايجابيه الوحيده في الماتش ده على فكره، بغض النظر عن كل حاجه، ان تشيلسي بيجيب كلين شيت. دي مهمه قدام فريق رخم زي توتنهام. دي حاجه حلوه يا جماعه وحاجه مهمه. تشيلسي محتاج يجيب كلين شيتس اكتر، فالفريق ده دفاعيا يتحسن اكتر. واقول لك نقطه كمان، لما تيجي برضو في وقت كبير قوي في الماتش بعيدا يعني، لا انا شفت لحظات يعني، مش ما كنتش بتفرج وقت كبير من الماتش، بس دايما اللحظات اللي انا كنت بشوفها تشيلسي هو اللي اخطر، تشيلسي هو اللي ماسك الكوره، وتشيلسي هو اللي ضاغط. لا هو فريق كان عامل ماتش كويس. هو تشيلسي في حته ابعد في رايي في المشروع بتاعه من توتنهام كتير. على فكره وتشيلسي مع توتنهام يعني رجله عاليه على توتنهام شويتين. وتشيلسي حظه وحش يا جماعه. تشيلسي لو ما عندوش الاصابات دي والله مش مصاب، الفريق ده هيبقى بيجيب اجوان اكتر بكتير جدا. لان هو مش رجع، لا ما لعبش الماتش. هو ما لعبش، بس هو لو كان بيلعب الماتش ده كان اعتقد كان اتطرد او حاجه يعني. مش فاكر. طرد الماتش، اعتقد اتطرد عشان ما لعبش. بس هو لو بيلعب الماتش ده، لان انت شايف بعينك جواو بيدرو هو مش اريح حاجه بالنسبه له ان هو يلعب رقم 9. هو عايز يبقى تحت يعني المهاجم، هو عايز يطلع بره سن. جايب جون مهاجم وهمي، هو جايب جون بس هو مضيع كورتين 3. لو معاك سترايكر بالمعنى الحرفي لكلمه راس حربه يعني هيجيب لك الاجوان دي. وهو ده جواو بيدرو بتاع برايتون يعني. لو كان حد جايبه في الفانتسي غيري كان هيجيب الثلاث اجوان دول غالبا يعني. انا والله يعني انا بقول لكم بعدين عملت ايه في الموضوع ده، مش مشكله. بس ده لا يمنع ان انا ما زلت الاول عليكم يعني. حتى وانا اسبوع زي الزفت. انا اسبوع كويس بصراحه. انا بلعب احسن اسبوع ليا من ساعه ما بلعب بجر عامل اسبوع زي الزفت، بس الحمد لله. يا ريتني ما عملت الترانسفير. وجابرييل الله عندي جابرييل يعني يا جماعه ما علينا، مش هندخل في التفاصيل يعني. دي مش خليكم فاكرين يا جماعه ان اول دوري كرة كافيه في الفانتسي هياخد جايزه قيمتها 3000 جنيه، الثاني هياخد 2000 والثالث هياخد 1000. بس لو علي طلع اول مفيش خشش جنيه هيطلع من خزنه البرنامج. انا توب 10 يعني مش درجه اول يعني، ما ببالغش. انا لا انا بقول بس معلومه يعني، لو علي طلع اول مفيش جنيه هيطلع من الخزنه. المهم بس خلاص كده حلو، كتر خير الدنيا. اسبوع بقى وسط اسبوع ده تشامبيونز ليج، وبعد كده هيبقى نرجع في ماتشات كبيره. احنا ما جبناش الدوريات الثانيه المره دي علشان ان شاء الله كده بنحضر حاجه ربنا يكرم عشان نعرف نركز في الدوريات الثانيه. هنعمل لكم حاجه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. وبس اعتقد كده نقفل على كده. عندكم اي شوت اوت؟ انا عن نفسي عبغاني اخويا اللي عارف ان انا مكتئب وقال لي انا فاهم اكتئابك، شكر تعالى اكتئب معايا انت وكل جماهير ليفربول العظيمه، سواء هشام عامر، نزار عناني، زايد، الناس المكتئبه اللي مربيه دقونها كلها. عمر شافعي اللي قال لنا استوديو جديد كده، شفتكم اول مره مش عارف، ما شوفش وحش والله يا عم عمر يعني بس يعني ربنا يخليك يعني في الضلمه احسن والله بس يعني ده لحظات التشاؤم بتاعت الشباب ما تاخدش بالك عادي ولا وطبعا الناس المعتاده معانا احمد مانشستر، احمد دايناميك ميوزك، هو عارف نفسه يعني راجل طاير. خف علينا عم هالاند. عبد الله محمود بقى فتره ما جاش، بس ماونت بقاله ما جاش فتره دي حقيقه. بس في عبد الله كريم بن عابد برضه، عبد الله جي ام يو جلوري مان يونايتد. منورينا جمهور مانشستر والله، نورتنا. خليك قاعد معانا لان احنا في الفتره الجايه طول ما مانشستر يونايتد بيبقى بيمر بحاله كويسه هتلاقي في كلام حتى لو حاله كويسه في 100 ماتشات وحشه بس فيها كلام. ايوه بس في كلام يعني فهتلاقي بجد يعني الفتره الجايه. فخليك معانا ما تروحش اي حته، واستنونا نشوفكم الاسبوع الجاي بقى، حلقه جديده الاسبوع الجاي. وادعوا ليفربول. سلام.